بنبدأ ملخصنا مع البطلة اللي بتكون بتكلم مامتها وبتعرفها ان هي مستنية مكافأة كبيرة جدا لو المشروع اللي هي شغالة عليه نجح، فتاخد المكافأة وده هتساعدها ان هي تجيب شقة هي وحبيبها عشان يتجوزوا. فمامتها بتطلب منها اللي هي وحبيبها لازم يتجوزوا في أسرع وقت، فبتطمنها وبتقول لها ما تخافيش، أنا وحبيبي عمرنا ما نسيب بعض أبدا. وبعد كده بنشوفها بتجري كده ورايحة على شغلها لأنها متأخرة، بتكون عايشة مع صديقتها. وبعد كده بنشوف بطلنا اللي لسه واصل حالا من ألمانيا لأنه كان بيدرس برا بقاله 10 سنين، وجده قرر خلاص اللي هو يتولى أمور الشركة وبكون بعت ليه عشان يجي يستلم الشغل. وبنشوف كده وقت الإشارة بتعاكس كده وهي ماشية، فبتسبب إن واحد يخبط عربية البطل. وبعد كده بتمشي وهنا السواق بينزل وهنا بيحاول يعتذر ليه ويقول له اللي مش أنا، لكن هنا بنلاقي بطلتنا راجعة وبتعتذر هي وبتقول أنا هتحمل الغلط اللي انا عملته وهصلح العربيه. واول ما البطل بيشوفها بيفتكرها كده على طول، وبنعرف ان هما كانوا زمايل في المدرسه. وبعد كده البطل بيطلب من السواق اللي هو ياخد رقمها، ولكن هي مش بتشوفه. بعد كده بنشوفه بيكون في الشركه وبيحضر اجتماع تبع شركته، ونلاقي البطله برضو جايه في نفس الشركه، بتكون موظفه هنا في الشركه، وبيكونوا بيناقشوا المشروع اللي هي شغاله عليه والمدير بيناقش المشروع. وهنا بيطلبوا عايزين معلومات اكتر، فهنا بتشرح هي وبفتكر لما هي كانت بتشرح أي حاجة في المدرسة. وهنا أول ما بتشوفه بتفتكر اللي هي عارفاه وبتحاول تتذكره، وبعد كده بتحاول اللي هي تجمع معلومات عنه وهو في نفس الوقت بيجمع معلومات عنها وبيعرف كل حاجة عنها. بنلاقي رئيسة الفريق بتكلم بطلتنا وبتطلب منها اللي هي تجهز نفسها تبدأ عشان عندهم عشاء عمل، وبالفعل بتجهز نفسها. وهنا رئيسة الفريق بتقول لها إن العميل ده مهم جدا عشان مشروعنا يكمل ولازم تقنعيه بالمشروع ده، ولو قدرت تقنعيه أنا هزود لك المكافأة بتاعتك. وعارفين إن بنتنا ذكية إن شاء الله هتقنعه. بعد كده بنروح ونلاقي بطلنا برضو موجود، وهنا بيلعبوا لعبة الورق دي. وهنا بنعرف إن هما كانوا بيلعبوها زمان، والبطل فاكر كل حاجة وهو كان على طول بيفوز عليها، لكن المرة دي بطلنا بتنازل وخليها هي تفوز. وهنا صديقها بيحط ايده كده على كتفها لكن هي بتضايق وبتبعده. فهنا بعد كده بيقوم وبينادي على رئيسة الفريق وبيطلب منها اللي هي تخليها تمشي، فبتنادي عليها بنلاقيهم كده ماشيين جنب بعض لكن مش بيبصوا لبعض. وبعد كده بتقول لها اللي هي تقدر تمشي دلوقتي، فبتقول لها انا خير هو انا عملت حاجه؟ قالت لها ما تخافيش، لا ما تخافيش انت ما عملتيش اي حاجه، بس اتفضلي امشي انت دلوقتي. وهنا بيكون بطلنا قاعد مع صديقه بيلاحظ كده اللي هو متغير واللي هو بيهتم بالبطله بتاعتنا، فبقول له انت تعرفها؟ قال له احنا كنا زمايل زمان في المدرسه. فقال له طب انت بتحبها؟ فما بردش عليه. وهنا بطلتنا بتكون قاعده كمان مع اصدقائها وبتحكي لهم عن بطلنا، وبتكون متضايقه جدا اللي هو خلاها تمشي، واللي هو كده هيتسبب اللي هي مش هتاخد زيادة المكافأة. وبتقول لهم اللي هم كانوا أصدقاء أيام الدراسة واللي هي كانت كمان عازمة في آخر يوم كان في الدراسة لكن هو مش إيجا. لكن بطلنا كان وقتها بيجهز نفسه وبيستعد، واقف كده قدام المراية زي القمر وبيشوفها هيقول لها أنا بحبك إزاي. وهنا لكن جده بيدخل عليه وبيكسر فرحته وبيقول له اللي هو لازم يسافر بره عشان يكمل دراسته. فهنا بيرفض، لكن جده بينبه عليه اللي هو لازم يجهز نفسه دلوقتي حالا، فبيبعت رسالة للبطلة لكن البطلة ما ردتش عليه في الرسالة. وبطلنا هنا كان بيحكي لصديقه في نفس الوقت اللي هي برضو كانت بتحكي فيه لأصدقائها. بتقول أنا أول ما شفته فكرت اللي أنا أسأله هو ليه مش يجي على العشاء لما أنا عزمته، لكن اتراجعت تاني في كلامي ومش رضيت أسأله. فأنا صديقتها بتقول لها هو أنت في بينك وبينه كان مشاعر؟ فبتقول لها لا طبعا وبتتعصب عليها. وبيكون لسه قاعد مع صديقه بيقول له اللي هو لسه بيحبها وفي مشاعر اتجاهها، فهو بيرفض الكلام ده وبيكون متضايق لان هي ما ردتش كان على رسالته. وانا بنلاقيه قاعد بالليل عمال يراسل فيها، لكن هي مفكراه السواق وبيتكلموا على اساس كده وبتساله عن تكاليف العربيه وبتكون قلقانه جدا لو كنت تكاليف عاليه. فهو بيقول لها لا اطمني، المدير بتاعنا راجل ظريف جدا ومش يهمه يا ست التكاليف دي. وتاني يوم في الشركة بنلاقي صديقتها بتقول لها اللي انت هتتعاقدي انت وجو عشان المشروع بتاعكو. فهنا بنلاقي في باقة ورد جايلها بتكون من جو ده اللي هو بيبص لها نظرات كده مش كويسة، وهنا بتتضايق جدا. وبعد كده هنا بتروح تقابل مديرها وبتحاول تشرح له ان ده كله هي عشان المشروع. فبقول لها مش تهتمي بده كله، انا عايزك بس تركزي على المشروع وسيبك من الكلام اللي بيتقال ده. ودي بقى بتبقى بنت عم البطل اللي مش عايزة بطلنا في الشركة اللي هو يديرها هي وشوية ناس تانية. وبنلاقي بطلنا قاعد كده وببص على قطط وبيكون بيأكلهم وبيفتكر ذكرياته مع البطل
البطلة لما لقيوا كان قطة مشردة كده في الشارع هما بيتمشوا، وهي خدتها وعملت لها مأوى وبتجيب لها على طول الأكل وكمان سمتها. ومن وقتها اللي هو ما بحبش يشوف أي قطط مشردة أو جعانة، وأي قطة يشوفها لازم يهتم بيها ويجيب لها أكل. وهنا بطلتنا بتكون بتكلم حبيبها وبتحكي له عن كل حاجة، وبتقول له ان في مكافأة، والمشروع لو خلص هناخد المكافأة ونقدر نشتري الشقة. وهنا بيكون في حفلة تبع الشركة، بتكون هي ما بتحبش الأجواء دي. وهنا بنشوف جون ده اللي بيكون ببصلها كده بصات مش حلوة ومش عايزة تقف معاه كتير عشان الإشاعات اللي بتطلع عليها. وهنا بتسيبهم وتمشي اول ما المدير بيجي، وبتروح هنا عند مشروع عشان ترتبه كده. وهنا بتعرف ان المدير اللي هي ما بتحبش اصلا جو الحفلات دي، لكن قبل ما بتخلص كلامها في واحده كده بتيجي تاخد بطلنا عشان في ناس عاوزينه. وهنا وهي رايحه الحمام وهي معديه كده بتسمع بالصدفه الاتنين دول هما بيتكلموا عليها بشكل مش كويس. بعد كده بيحاول يتكلم معاها لكن هي مش بتديله اي وش، فبيجي كده يتحرش بيها، فهي مش بتسكت له، فبيتهمها اللي هي اللي بتحاول تقرب منه تتحرش بيه، وبيجي زيها كده وهي بتقول له اللي انا هبلغ الشرطه. فبقول لها بلغي، انا ما عملتش فيك حاجه وانت اللي بتتحرشي. فبتبلغ بالفعل الشرطه والشرطه بتيجي. فهنا بيحاول يقنع الشرطه اللي هي اللي بتتلزق فيه وكمان بتتحرش بيه. لكن هنا بطلنا بيمشي، بس قبل ما بيمشي بيطلب من المساعد بتاعه يروح يساعدها، والمساعد بيروح يقول ان الروبوت فيه كاميرا وهو مصور كل حاجه. فانا بضطر بقى المتهم اللي هو يفتش كده سره ويقول اللي انا بتقبض عليه. وهنا رئيسة الفريق بتاخدها وتوصلها لبيتها، وهنا بطلنا بتطمن من بعيد لبعيد. وهنا بتكون قاعدة وزعلانة وبتكلم هنا حبيبها وبتحكي له على كل اللي حصل معاها، بتكون متضايقة جدا ومش عايزة تروح الشركة تاني، لكن هو بيدعمها وبيخليها قوية وبتكمل وبتروح الشغل. هنا بتلاقي ريكورد جاي لها، واول ما بتفتحه بتسمع صوت بتعرف ان ده صوت البطل وان هو اللي كان بيكلمها مش السواق. هنا تاني يوم بتروح الشركة لكن بتلاقي الموظفين كده بيبصوا لها بصة مش كويسة ومش حد مديها وش. وهنا صديقتها بتقول لها ان طلع كتير عليكي اشاعات، وهنا الكل مفكر ان انت بنت مش كويسة واللي انت تسببتي في القبض على تشان ورفضه من الشغل. وهنا المديرة التنفيذية بتكون متضايقة جدا من اللي بيحصل في الشركة، بتطلب من المدير التنفيذي اللي هو يبعدها عن الشركة. فانا بيقرر اللي هو يديها مشروع كده خارج المشروع اللي هي كانت شغالة فيه عشان تبعد كده عن اجواء الشركة شوية وتلتهي فيه بره. والكل بيبقى بيلومها لكن هي مش بتسكت لهم وبترد عليهم وبتعرفهم قيمتهم، وبتفضل لساعات طويلة جدا في العمل، والكل بيكون مشي ما عدا هي، وبيكون مستحملة عشان بس تقدر تجيب الشقة وعشان الشغل ما يروحش منها. وهنا البطل بيكون قاعد في مكتبه وبفكر في كل المشاكل اللي بتحصل. وبعد كده بتقابله في الاسانسير وبتعرفه ليه عرفت ان الروبوت ما كانش فيه كاميرا ولا حاجة، فبقول لها مش مهم وبيعرض عليها اللي هو يوصلها، لكن هي بترفض وبتركب مع سواق بيتكلم عن مشكلة تحرش حصلت وبيكون بيلوم على البنت. فهنا بتتضايق جدا وبتنزل كده عند الموقف وبتشوف كده اخر باص هيطلع امتى، فبتلاقي كده ان الباصات كلها طلعت والوقت خلاص بقى متأخر. فهنا بيشوفها بطلنا وبيعرض عليها اللي هو يوصلها، فبتوافق طب ما كان من الاول. وبنلاقي كده بطلنا بيكلمها، فهي بتعرف من كلامه اللي هو فاكرها اللي هي زميلته كانت في الدراسة، وبتتفاجئ اللي هو فاكرها كانت مفكرة اللي هو مش فاكرها. لا يا بنتي فاكرك ما تخافيش. وتاني يوم بيكون عندها مقابلة مع الدكتور وبتشرح له عن النسخة الجديدة اللي بتاعة الروبوت. فهنا بيرفضها وبيكون عنده مشكلة في الكمبيوتر، فهنا بتصلحها له وبيكون مبسوط جدا. وهنا لما بيتكلموا تاني عن النسخة فهنا بيرفض وبيقول ان احنا مستشفى عام وان النسخة دي مش هتساعدني هنا في المستشفى. ورئيسة الفريق بتقول للمدير التنفيذي ان البطلة متفوقة جدا في شغلها واللي هي كده بتهدد منصبه. فهنا كده بيقرر اللي هو يقلب عليها وبياخدها لمكتبه وبيقول لها اللي هو هيبعدها عن المشروع بتاع الروبوت النسخة الجديدة. فلما بتعترض فبقول لها اللي انت سببتي في الفترة اللي فاتت في مشاكل كتير للشركة، فبتروح تشتكي للرئيسة. فهنا بتلاقيها اللي هي واقفة في صفه وجاية ضدها. فالمدير بيطلب منها اللي هي تبعت له الملف بتاع النسخة الجديدة. فهنا بتقول له اللي انا هبعته لك وكمان هبعت لك استقالتي. فبقول لها نعم استقالتك؟ لا انت مستحيل تمشي، انت وراكي شغل كتير. وبعد كده بيفضل يهددها اللي هي لازم تخلص الشغل بتاعها لا كده اللي هتقع في مشكلة مع الشركة، لكن هي مش بتهتم بكلامه. والبطل بيعرف اللي حصل وهي بتطلع بتكون متضايقة جدا وزعلانة وبتكلم حبيبها وبتحكي له على كل اللي حصل. هنا بيقويها بقول لها اول ما اخلص شغل هرجع لك على طول. وهنا بكون
نفسيتها زي الزفت. وبعد كده بتقابل صديقها وبعرض عليها اللي هما يفتحوا شركة سوا، وهنا بتفكر في الموضوع وبتعرض الموضوع على أصدقائها. فهنا صديقتها بتقولها اللي انت محتاجة راس مال كبير، لكن هنا بتروح لصديقها وبتقول له اللي هي موافقة اللي هي تشتغل معاه. لكن هنا البطل بيعرض عليها اللي هي تشاركه، وبكون متوقع اللي هي توافق، لكن هي بتكلمه وبتقوله لأ، واللي هي لقيت مشروع جديد وهتشتغله. وهنا بتلاقي حبيبها إيجا رجع من السفر، وكان قايل لها اللي هو هيرجع بعد يومين، وكان محضر لها المفاجأة دي اللي هو يرجع لها فجأة، وبيقعد معاها وبيديها كده عزمتها. وهنا بيتكلم معاها وبيقويها وبيقول لها اللي انا هفضل جنبك. وهنا بنلاقيه جايب الخاتم وبيكون مجهزه له عشان يعرض عليها الجواز. ونلاقي كده الدكتور محضر ليها الاكل هي واصدقائها، ومجهز لهم العشاء كده اخر روقان. وكمان بيقول لها اللي هي تقدر تاخد الفيزا بتاعته، واللي هي تاخد اي فلوس هي محتاجاها للمشروع، لكن هي بترجعها من غير ما هو يحس، وكانت واخداها قدام صديقائها كده عشان مش تحرجه. وبعد كده بتروح هي وصديقها وبيشوفوا كده المكان اللي هم هيفتحوا فيه الشركة، وبنعرف ان صديقها ده والده راجل غني جدا واداله المكان ده عشان يبدأ بيه من الصفر. وهنا بتكتب كده في مشروعها وبتجهز وبتخطط. فهنا بتلاقي حبيبها جاي ليها كده وبيهون عليها سهرها. اظن بقى مفيش حبيب بعد كده، اكل وحب ودلع. وهنا البطل بيكون متابع كل خطوة، بيكونوا خلاص فتحوا الشركة. وهنا بيكون عارف ان هم ابتدوا الشغل وبيقابلوا مستثمرين، وهنا بيكلمها عشان يعرض عليها شغل، لكن هي بترفض ليه تستثمر معاه. لكن هنا صديقها بيحاول يقنعها لو ما يروحوا يقابلوه، وبالفعل بيروحوا يقابلوه وبناقشوا كده الشغل. لكن هنا بيكون كلامه محبط جدا، وبيكون كاتب كل حاجة، الملاحظات والتلاخيص كلها، واللي هو شايف اللي هي مع الوقت اللي هي هتفشل. وبيكون بيكلمها بكلام محبط جدا، لكن في نفس الوقت بيكلمها كده عشان يديها شجاعة واللي هي تقدر تكمل وتقف على رجليها، لأنه عارف عالم الأعمال مفيش يما ارحميني. وهنا بتتضايق جدا وبتقول له احنا مش اتفقنا في الشغل، لكن هنكون اصدقاء ونتفق في الصداقه. وهنا بتسيبه كده وبتمشي وبتاخد المشروع، وبتكون متضايقه جدا وبتلوم صديقها لان هو اللي خلاها تيجي هنا. وهنا كمان بتقول هو بتأنتت على ايه، وبتمسك كتاب الملاحظات وبتيجي رمياه اللي هو مديهولها، لكن بترجع كده وبتاخده وتبص فيه وبنلاقيها بتقبل العرض بتاعه. طب ما كان من الاول يا بنتي. وبكون قاعد مع صديقه وبيقول له ليه انت مش بتساعدها بشكل مباشر، فبقول له ليه هترفض لانها انسانه طموحه وعايزه تثبت نفسها. وهنا بنلاقي كده موعد شغل، وبنلاقي زي عندها ميعاد وبتاخد صديقتها معاها. وكمان بيكون الميعاد ده مع البطل، والبطل جايب ابن اخته معاه. واول ما بيدخلوا كده بنلاقي ابن اخته عارف صديقتها لانه بيتابعها في البث المباشر وبيشاكل معاها. وهنا بتنقروا كده شويه وهي بتعرف اللي هو اللي كان بيغلس عليها في البث المباشر. وهنا زي بتهديهم، وبعد كده بيطلع بره عشان يعمل مكالمه. وهو بطلاتنا بيقابلوا بعض وبتعرف اللي هي جايه هنا عشان تقابل مستثمر عشان شركتها، لكن بتلاقيه ماشي وراها. فبتساله انت رايح فين، فبيوصلها كده وبيروح نفس المكان اللي هي داخله فيه. فهنا بتعرف اللي هو ده المستثمر، وبتدخل كده وتقعد معاهم. وهنا صديقتها بتعرفه ان لغايه دلوقتي مش لقيت ولا مستثمر يدخل في شركتها، وتفضل تكح وتغمز ليها وتخبطها في رجليها، لكن صاحبتنا مش هنا. وبعد كده بتطلب من البطله اللي هي ان هي تضيفه على مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا زي بتطلب منها كمان اللي هي تاخد رقم، وهنا بيعرض عليهم اللي هم يوصلهم، لكن هي مش بترضى وبتاخد صحابها كده وبتجري. وبعد كده بتفضل تلوم فيهم لما بيروحوا البيت، وبتقول لهم ان ده مديرها السابق. وهنا بيقولوا لا زي هو عجبك، فبتقول لهم لا، وبتتكلم عن المواصفات اللي عاوزاها تكون في حبيبها، والمواصفات دي مش بتكون غير في الدكتور اللي هو حبيب البطله. وهنا بنلاقي كده الدكتور قاعد وبيركز كده على حبيبته وهي بتشتغل، وبيفضل يفكر فيها وبيفتكر وبيسأل نفسه لو هي لسه حاطاه في حساباته، وبشوفها اللي كل الشغل واخد كل وقتها. وهنا هو بوصلها بتكون نايمة. وبنعرف ان ذكرت الثانوية بتاعتهم لما اول يوم لما قابلها فيها بعد 4 ايام، لكن بتكون نايمة ومفكر اللي هي مش فاكرة. لكن بعد ما بتنزل بتطلع كده تذاكر وبتقوله ان دي تذاكر للأوبرا عشان هو بيحبها، وبتقوله ان ميعادهم بعد 4 ايام، فبيفرح لانها هي لسه فاكرة الذكرى الثانوية بتاعتهم. وهنا بنلاقي ده بيتابعها وهي في البث المباشر، بيكون كويس معاها لكن هي بتعمل له بلوك. وبنشوفهم هنا بيكونوا خلصوا اول شغل عشان يسلموه للمستثمر، لكن بيكون عندهم مشكله صغيره اللي هي مكنه الطباعه بتكون غاليه جدا ومش معاهم فلوس اللي هم يجيبوها. قرروا ان هم يتاجروا مكنه. وهنا بنلاقيهم بيجهزوا نفسهم عشان رايحين الاوبرا، وبتقابل هناك البطل وكمان بتعرفهم ان ده حبيبها. وهنا بطلنا بيتضايق. وهنا الرئيسه بتقول لها انتوا لسه مرتبطين من جديد، فبتقول لها لا ده من 4 سنين. فبتقول لها غريبه، ما حدش في الشركه كان عارف ان انت مرتبطه. وهنا بيدخلوا الصاله، وبعد كده بيجي لها مكالمه من
شريكها، بيكون عاوز منها شغل، فبتضطر اللي هي تمشي، وهنا حبيبها بيتضايق جدا، معلش بقى يا دكتور. وبعد كده بنلاقيها اللي هي محتاجة فلوس ضروري عشان شغلها مش معاها، فبتطلب فلوس من صاحبتها ليه. وبعد كده بنلاقي الدكتور عند زي لان باب شقتها كان مقفول، واتصلت عليه وراح لها، وهنا بيحكي لها على اللي حصل معاه، وبيكون حزين جدا، وبيقول اللي هو حاسس اللي هي شالته من خططها المستقبليه لان وقتها كله بقى للشغل. وهنا بيفضل مستناها، واول ما بترجع كده بيفتح ليها الباب وبيعرض عليها الجواز. يا اختي على عسلك. فبتفرح، وفي نفس الوقت بترد عليه بتقوله ان ده مش وقته، ولما يجي وقته انا هلبس الخاتم، وبتاخد منه الخاتم. وشريكها في الشركة بيجي، وبنعرف ان حصل معاهم كده عملية نصب لما اجوا يأجروا مكنة الطباعة اللي خد منهم الراجل نص الفلوس، واجا طفش ومش في مكنة طباعة ولا حاجة. فهي بتتعب كده وبتتنقل للمستشفى، وبطلنا بيكون هناك معاهم وبتابع حالتها، وبيعرف بطلنا بكل اللي حصل من شريكها. فهنا بيقوله اقنعها اللي هي تشتغل معايا وانا هساعدكم، وبيجي سايبه وماشي. وبعد كده بنلاقي الدكتور هنا بقى عمال يتصل عليها، وما يعرفش ايه اللي حصل معاها، وهي ما بتردش عليه. وانا صديقتها له بتيجي لها وبتقول لها ان الدكتور بيتصل عليها كتير. فهنا بتكلمه وبتعرفه اللي هي كويسه وتمام، مش بترضى تعرفه باي حاجه حصلت معاها لان والده حصل معاه شويه مشاكل واللي هم محتاجين فلوس. بعد كده بتقفل معاه وبتفضل تعيط، وبتطلع من المستشفى وبتبقى كويسة. وهنا بتقابل بنت عم البطل، وبتعرض عليها نسبة 30% لما تستثمر معاها وتشتغل معاها، لكن هنا شريكها بيمنعها من كده، بيقولها اللي احنا لازم نشارك البطل ونشتغل معاه. فبتقرر اللي هي تعيد تفكيرها من تاني، وبعد كده بتقرر اللي هي تشتغل مع البطل. وبالفعل والبطل بيعرف بالخبر ده وبيفرح بيه، وبيروح ليها وبيقدم لها عرض تاني مغري وبتوافق بيه. وهنا بنشوف الدكتور بيكون مسافر كده عشان عنده شغل بره، بيتفاجئوا اللي هي لبست الخاتم. وهنا بطلنا بيشوف الخاتم في ايديها وبيزعل جدا. وبعد كده بنشوف الرئيسة وهي بتقوله انت ليه شاركتها؟ انت شاركتها عشان هي كانت زميلتك قبل كده في الدراسة؟ فبقول لها مفيش عواطف في الشغل. وهنا بقى حوالي لهم اول مبلغ ليهم، وبيكون مبلغ كبير. وبعد كده بنشوف هنا الدكتور بيكون رجع ومجهز لها الاكل. يا عيني عليك يا قلبي. طول ما هي قاعده معاه بتتكلم عن الشغل ومش شايفه اي حاجه غير الشغل. وكمان هنا بتكون قاعده وبتكتب كده وبتخطط لحياتها المستقبليه. وهنا بيكون قاعد معاها وبتفرجوا على فيلم بعد ما بتخلص، وبعد ما هي بتنام كده على كتفه وهو بيكلمها عن حياتهم اللي هتكون بسيطه. لكن هنا بيفضل يبص لها كده، وبعد كده بيروح يشوف خطتها المستقبليه مش بيلاقي اللي هي كاتبه عنه اي حاجه خالص. فبيزعل كده اللي هي مش حاطاه في خطتها المستقبليه. وتاني يوم بيكون صاحي كده ومحضر لها الفطار. هنا بيجي لها مكالمه من البطل وبتكون مستعجله وعايزه تمشي، لكن هو بيوقفها بيقول لها ان احنا لازم ننفصل. فبتفتكره اللي هو بهزر، لكن بيقول لها ان حياتهم مش شبه بعض واللي هم هيفضلوا على طول اصدقاء. فبتقلع الخاتم كده بتقول له مرجوك فكر تاني وهستنى ردك. وبتكون منهارة جدا وكل تفكيرها مع الدكتور. وهنا بنلاقي البطل بيكون مستنيها، ونلاقي الدكتور بيلم حاجته عشان يمشي واخد الخاتم معاه. وهنا بتكون هي قاعدة ودماغها شاردة في الحوار ده ومستنية اللي هو يتصل عليها او يبعت لها اي رسالة، لكن مش بتتصل ولا بتوصل معاها. وبلاحظ البطل اللي هي دماغها شاردة، فالبطل بيسألها مالك، فهنا بترفض اللي هي تحكي له اي حاجة. لكن هنا بيبص كده على ايديها فبيلاقي ايديها مش فيها الخاتم، فبيفهم تقريبا اللي حصل. بعد كده بيقول لها ان هي لازم تركز في الشغل وتفصل حياتها الشخصية عن الشغل. وبتقرر اللي هي تروح للدكتور، وبتروح له وبتوريه كده اللي هو بقى في حسابها فلوس، واللي هو هي حياتهم هتتغير وشغلها بقى بتحسن. لكن بيرفض اللي هو يرجع لها، فبتفضل تدور كده في الشقة ومفكرة ان في واحدة دخلت تاني في حياته، لكن بيقول لها ان مفيش حد دخل في حياتي. فهنا بيحضنها كده وبيهديها وهي بتعيط. فهنا بتطلب منه اللي هو يستناها، فبيقول لها اللي هي حياتها كلها مع الشغل، وبتعرف اللي هو قرا خطتها المستقبليه. فهنا بتعتذر ليه ان الشغل خد كل وقتها، واللي هي هتفضل على طول معاه حتى لو هي هتسيب الشغل. فبقول لها لا مش ينفع، انت حابه اللي انت تطوري من نفسك وان يكون عندك ذاتك وقيمه ليكي في المجتمع، وانا مش هقف في طريقك. انا بحلم بحياة بسيطة وحياتنا مش شبه بعضها ولازم ننفصل. وبيقفل كده على كل ذكرياته في الدرج. وهنا بنشوف البطل وهو بيطبخ ومعاه صديقه، وبعرفه باللي حصل مع البطلة واللي هي انفصلت عن حبيبها. فبقول له ده وقتك ولازم تقرب منها، لكن بيرفض. وهنا بتكون هي بتشرب كده وسكرانة، والبطل بيكون مع ابن اخته في نفس المكان. وهنا بيلحقها كده لما كانت هتقع وبيشيلها عشان يروحها، لكن بتكون تعبانة جدا من الشرب وبتفضل ترجع. وهنا لما بتنام بيقلع الجاكيت كده ويسند راسها بيه، وابن اخته بيكون بيصوره. وبعد كده بيوديها البيت، ولما بيجي يمشي مش بيعرف يمشي وبتمسك رجليه ومش بقى عارف يتحرك منها.
ببقى عاوز يجيب مناديل عشان يمسح لها بقها مكان ما هي كانت مرجعة. وبحاول مرة تانية اللي هو يجيب الجاكيت بتاعه عشان يقدر يغطيها، لكن هي برضو مش راضية تسيب رجله. يا شيخة سيبي رجله بقى. لكن بيعرف يجيبه ويتناوله وبيجي بيغطيها بيه، وكمان يعدل ليها شعرها كده، وهي بتفضل ماسكة ايده كده وهو قاعد جنبها ويسبل ليها، وهي يا عيني مش دارية بالدنيا واللي فيها، وبترفض اللي هي تسيب ايده وبتقول له خليك معايا، وبتفضل تخبط فيه كده. وبعد كده بتنام وعينيها مدمعة وبتعيط، فبيمسح كده دموعها. وبعد كده بيمشوا وبيطلب من صديقتها اللي هي تهتم بيها. وهنا لما بتفوق كده بتلاقي اصحابها قاعدين ليها كده ومتنحين، فانا بتقول لهم خير يا جماعة في ايه؟ فانا بيحكوا لها على اللي حصل امبارح، وهي مش بتكون فاكرة اي حاجة. ولما بتتذكر بقى اللي حصل بتتذكر لما هو ماشي قامت تاني من النوم وفضلت عايزة تشرب وبتعمل كده حركات وتغني ومش عارفة ايه، ويجي هو شايلها وجا مدخلها اوضة النوم. فبتتضايق جدا من اللي هي عملته، بتكون محروجة جدا من منظرها قدامه، بتكون لسه حزينة ومش عايزة تنزل النهاردة الشغل. فالبطل بيكلمها وبيطلب منها اللي هي تفطر وتنزل الشغل، وبتسمع كلامه وبتروح تعمل مقابلة كده مع دكتور عشان شغلها. وهنا وهي راجعة بتشوف واحد كده هو حبيبته، وبتقف تبقى حزينة وبتفتكر حبيبها، لكن بتكمل يومها عادي. وهنا بنلاقي بطلنا بيكون مبسوط لانها بقت بتكلمه وبتعرفه بكل خطوه هي بتعملها. وهنا الدكتور بيكون بيعرف كل اخبارها من صديقتها زي. بطلنا بيكون قاعد مع المساعد وبيسأله التجربة اللي بعد الانفصال، فهنا بقول له تقريبا هي شهرين الواحد بيبقى فيها تعبان وزعلان وبعد كده بيتعود. وهنا البطل بيكون فرحان جدا لان هي انفصلت عن حبيبها، وهنا بتروح وبتشكره لما كانت سكرانة. وهنا بيقرب منها كده ودماغها بتروح لبعيد، لكن بيشيل كده فتلة كده كانت على البلطو بتاعها، بتدي له ملف الشغل وبتمشي. ونلاقي بطلنا كده مستعجل واخد اكل للبطلة بتاعتنا ورايح ليها على البيت، وبيقابل هناك مامتها. والله يا بنتي انت محظوظة، الاتنين بتوصوا بيكي في الاكل، نفسي في حد كده يتوصى بيا. وبعد كده وهو رايح يفتح الحنفية بيلاقي كده الحنفية مكسورة وبتغرق هدومه مية. فانا والدتها بتجيب له كده الجاكيت بتاعها وبيلبسه. والله العظيم قمر عليك. وبتيجي بطلتنا وبتضحك كده، وبعد كده بتسأله والدة البطلة عن أهله، فبقول لهم اللي هم متوفين من زمان. وبعد كده بيشتري طلبات مع البطلة وبيوصلها كمان، ونلاقيها ميت على روحها كده من الضحك كل ما تشوف هدومها عليه. واول ما بيروح البيت بيمسك كده صورة اهله، وبنعرف ان اهله توفوا من زمان وهو صغير في حادثة، ومالوش اخوات غير اخته الكبيرة وجده هو اللي رباه. وبنلاقي هنا والدة البطلة بتكلمها عن البطل بشكل كويس، بتقول لها اللي هو حباب وحلو، يا ريت تعزميه عندنا مرة في البيت. ونلاقي هنا البنت دي راح تصور اعلان، فتلاقي صاحبنا كده هناك وبتعرف اللي هو السبب في اللي هو يجي لها الاعلان ده، فبتيجي بدها تمشي كده لكن بيوقفها. وهنا صاحب المكان بيجي وبيخليها تصور وهو بيسيبهم وبيمشي. ونلاقي بطلتنا واقفه مع السواق وبتطلب منه اللي هو يساعدها في شغل من غير ما يقول لمديره، لكن هنا بيفتح السبيكر وبيسمعها صوته وبنلاقيه هو على المكالمه، فبقول لها مش بايدي بقى حظك. فبيطلب منها اللي هي تروح له، فبتتكلم معاه في الشغل وبعد كده بتاخد بعضها وبتمشي. وبنلاقيها رايحه خلاص اللي هي تشتري مكنه الطباعه، والبطل بيساعدها من غير ما هي تعرف. وبنعرف ان البنت دي بتدي دروس في الموسيقى، والست دي بتكون اخت البطل، وبتحكي لها ان جوزها متوفي وهو ابنها كان صغير وهي اللي ربته. وبنلاقي هنا بطلتنا في غداء عمل، وهنا بنلاقي بطلنا بيكون عارف واخد كده ترابيزه جنبهم وسامع كل الكلام. وهنا المستثمر بيقول لها ان هو سامع كده ان في علاقه بينها وبين البطل. هنا هي بتنكر ده وبتقول مفيش حاجه. وهنا الرئيسه بتقول للبطل اللي هي شايفه البنت دي اللي هي بتستغله وبتستغل اسمه عشان شغلها. فبطلتنا بتستأذن كده وبتقول اللي هي داخله الحمام، فبتلاقي بطلنا كده واقف كده ومستنيها، وبقف بتكلم معاها وبقول لها انت ليه بتستخدمي اسمي مع المستثمرين بتوعك عشان تمشي شغلك؟ انت ليه بتجيبي سيرتي؟ فبتقول لها ما كنتش اعرف ان الموضوع هيزعلك كده، بس كل اللي انا قلته اللي احنا كنا اصدقاء في المدرسه. وبتعتذر منه، بتقول له اللي هي مش هتعمل كده تاني. فبقول لها طب ايه رأيك كده لما نخلي العلاقة دي صحيحة قدام الناس؟ فهنا بتتوتر كده وبتعيط، وبيفضل يضغط عليها بالكلام عشان يخليها قوية، وده كله عشان مصلحتها. من الاخر الشغل مفيش يما ارحميني، واي كلمة انت بتقوليها صغيرة او كبيرة بتتحسب عليكي. وهنا بتفضل تنهار وبتتعيط، وهو بيطلع بره كده وبيكون متضايق عشان وبتكون قاعدة حزينة كده، وبتقرر اللي هي تبعت رسالة وتلغي الشغل مع المستثمر ده. لكن المستثمر بيكلمها وبيعتذر منها، بيقول لها اللي هو مش كان قصده حاجة ولا من الكلام اللي
اللي هو قاله واللي شغلهم هيمشي عادي، فبتوافق. وتاني يوم بتعرض على صاحبتها ليلي اللي هي تشتغل معاهم وتشاركهم في الشركة، فصاحبتها بتوافق. وبعد كده بنلاقيها قاعدة وبتفكر اللي هي تبعت رسالة اعتذار للبطل بعد الموقف اللي حصل معاها، لكن بتتراجع وتمسح تاني الرسالة. وبعدها بساعات بتقرر اللي هي تبعت له وتعتذر منه وتقول له اللي هي مش عايزة هتجيب اسمه تاني في اي شغل. هنا بتقبل اعتذارها. وكمان هنا بيكون قاعد مع جده، وجده بقول له اللي انا سامع ان انت مستثمر مع بنت، فبقول له البنت دي انا بحبها، فبقول له معاك مهلة سنتين، لو البنت دي نجحت في شغلها فانت هتتجوزها. فاخته بتعرف، فانا بتكلم جدها بتقول له اللي هي مش موافقة على الشرط ده، فبقول له انا بعمل كده عشان ياخد واحدة تعرف تقف جنبه وتشيله. وبتكون ليه صديقتها قاعدة مع الدكتور، وهنا بيسألها عنها البطلة، فبتقوله اللي هي كويسة. وهنا بطلب منها اللي هي تديها فلوس بس من غير ما تعرفها اللي دي منه ويساعدها. فبتقول له انت حبيت حد؟ فبيقول لها مفيش حد دخل حياتي، واللي هو لسه بحبها، واللي هو اتفصل عنها لان هي انسانه طموحه، وان هي حياتهم مش شبه بعض ومش عايز يقف في طريقها. وشاركها في الشركه بيجي للبطل عشان كان عندهم ميعاد، فبيقول له هي مش جت ليه؟ فبقول لها اللي هي تعبانه. فبقول له بضغط عليه بالكلام وبيعرف اللي هي معاها ميعاد تاني مع دكتور. وهنا بتصل عليها بقول لها انت فين؟ فبتقول له انا في المستشفى تعبانه. فبتلاقيه كده واقف قدامها، فبتمثل بقى اللي هي تعبانه، لكن هو مش بيصدقها وبيعرف اللي هي جايه تقابل دكتور عاوز يساعدها. لكن فجأة بطنها بتتعب وبتكون عايزة فعلا تكشف، والكدبة بتتحول لحقيقة. وهنا لو بتدي أخت البطل الدرس، ونشوف هنا ابنها بيكون جاي كده وبتتفاجئ إن هي دي أمه، وإن هي دي اللي بتدي درس لأمه، وبيمسكوا في خناق بعض كده. بيطلب من والدته اللي هي تخليها تضيفه عنده في المواقع التواصل الاجتماعي، وهنا بيفضل يرخم عليها على طول. وأبطالنا بيكون عندهم عشاء عمل، وبعد ما بيخلصوا بيفتح ليها الباب عشان يوصلها، لكن هي بتلف كده وتروح تركب من الباب التاني. وبعد كده لو بتكون خلصت الدرس وعايزه تمشي عشان عندها بث مباشر، لكن والدته بتفضل ماسكه فيها وتخليها وتقول لها تقعدي تغدي معانا وكمان اعملي البث المباشر من هنا. وهي في البث المباشر كده بتتفاجئ ان واحد جنبها قالع، وهو اصلا ما يعرفش اللي هي موجوده عنده. بيتفاجئوا كده ببعض ويجوا مصوتين، وبتقفل البث المباشر ونلاقيه مره واحده قاعد مبلم ومغطي نفسه من ساسه لراسه. وهنا بيكون بطلنا جايب هديه كده لبطلتنا بمناسبه راس السنه، وبيكون جايب لها لوحه، وبيكون عايز يحتفل معاها لكن بيعرف ان اللي عندها شغل ومش بيقدر يقول لها، وبيروح يحتفل مع عيلته. وهي بتفضل طول الليل شغاله. وبعد كده بنلاقي زي والدكتور بيحتفلوا سوا وقاعدين، وبيسالها عن البطل، وبطلنا بيعرف اللي هي لسه في الشغل. والرئيسة بتقوله تقدر تروح وتحتفل معاها، وانا هغطي عليك واقول لجدك اللي انت رايح عشان شغل. وبنعرف اللي هي كانت بتحبه، بس قررت اللي هي تبعد لما لقيته اللي هو بيحبه مهتم بالبطلة. وهنا الجد بيسأل عليه، فبتقوله اللي هو راح للبطلة عشان يخلص شغل معاها. وبيروح كده ويلاقيها نايمة لان هي مستنية، وكانت مستنية العميل. وبقول لها انا اتصلت عليك كتير، لكن بتلاقي كده تليفونها فاصل شحن. وبعد كده بياخدها ويوصلها لمنزلهم عائلتها، وكان ناوي اللي هو يوصلها ويمشي، لكن عيلتها بيصروا عليه اللي هو يقعد ويتعشى معاهم ويحتفلوا سوا. وبيلاقيه القطه لسه عندها، لسه فاكر كمان اسم القطه. وهنا والده البطله بتتمنى اللي هم يكونوا لبعض، وبيلعبوا كده مع القطه. بعد كده ايديهم بتلمس بعض، بيفضلوا كده يبصوا لبعض برومانسيه وحنيه. وبعد كده بتشيل ايديها وبيقعدوا يتعشوا سوا. وده كده بيكون قاعد وبتابع البث المباشر بتاع له، ووالدته بتاخد منه التليفون وتفضل تتابعه وتعمل لها قلوب ومش عارفه ايه. فهي بتحس ان التليفون بتاع الواد ده مهكر ولا ايه، اول مره يبقى معاها طفل كده. ونلاقي دول بعد ما اتعشوا طلعوا بره كده وبياكلوا كده وبيتكلموا سوا وبيتفرجوا كمان على الالعاب الناريه. وبتتمنى ان شركتها تنجح، وهو كمان بيتمنى ان امنيتها تنجح واحلامها تتحقق. وبعد كده لما بياخد التليفون من مامته بتفاجئ باللي هي عملته، وبتيجي واخده بعدها كده وبتيجي خلعه. وهنا بيحاول اللي هو يبعت لها ويقول لها اللي مش هو اللي عمل كده، لكن بيمسح الرساله. وبتكون هي برضو مستغربة من كل الرسائل والمجاملات اللي جات لها من اللايف من تليفونه. والبطل بيفاجئها اللي هي هتغير شركتها مكان شركتها وهيديها دور في الشركة بتاعته. وهي بتتفاجئ جدا وبتتبسط، وبيديها كمان فلوس عشان تقدر تجهز شركتها الجديدة. وبتفرج كده أهلها مكان الشركة الجديدة وبيكبروها. والرئيسة كده بتيجي كمان تهنيها، وبتكون هي كمان معلقة اللوحة بتاعة البطل. وهنا شركائها بيلاحظوا كده اللي هي عمالة تبص للوحة، فبيجوا كده يبحثوا عن اللوحة، بيلاقوا ان اللوحة دي الأصلية وتمنها 70 مليون. وكمان بتقدر تجيب الطبعة الجديدة. وهنا بتنظم شغلها، بيكون عندها دفعة لازم تسلمها لشركة البطل. ونشوف زي عند الدكتور وبتكون بتساعده كده في الأكل، وبيفهم من كلامها وطريقتها اللي هي بتحبه وعايزة تقرب منه. وهنا بيقول لها اللي هو مش مستعد اللي هو يدخل في علاقة جديدة، واللي هو لسه مش نسي البطلة بتاعتنا، واللي هو لسه بحبها.
ومش عايز يدخل روحه في متاهات وجع قلب من تاني. فهنا بتمسك نفسها كده وبتكون زعلانة، وبنلاقي بطلتنا حصل معاها مشكلة بخصوص الصبغة بتاعة الطباعة، لكن البطل بيتدخل كده وبيحلها وبتجيلها رسالة بكده، وهي بتروح وبترجع ليه وبتشكره. وبتكون هي وفريقها كده عمالين ينظموا في الوقت كمان عشان يقدروا يخلصوا شغلهم بدري، وبتروح تحضر محاضرة لدكتور عالم كبير جدا، وبتتعرف هناك على دكتور لكن مش بيهتم بيها، لكن البطل بيتدخل كده وبيخليها يرجع ليها ويتكلم معاها وكمان يديها الكارت بتاعه، وطول الوقت بيحاول اللي هو يساعدها من بعيد، وبياخدها وبيعزمها على الاكل لانه متاكد ان هي ما كلتش من الصبح. حنين بجد. وبعد كده بيقول لها اللي انا كنت بعتلك رساله لما سافرت المانيا بس انت ما ردتيش عليا. فبتقول له ان تليفونها ضاع في نفس اليوم. وهنا شريكها بيتصل عليها وبعرفها ان حصلت مشكله في الطباعه، وهنا بتروح على طول للشركه وبتكون متضايقه جدا، وهنا بيكون في اجتماع عند البطل ورؤساء الشركه بيكونوا مش راضيين عن ادارته للشركه، لكن محدش بيقدر يتكلم، وبيكون متابع بطلتنا اول خطوه بخطوه. وهنا بتعرف وصاحب البطل بينصحه اللي هو يعترف بقى بحبه للبطلة، لكن هو بيرفض لانها هي بقالها فترة قصيرة مفترقة عن حبيبها. وهنا المشكلة بتكون انحلت بالفعل بتاعت الطباعة، وهنا بيجيب لها اكل يا دنيلة على الاكل، لانه عارف اللي هي طول النهار في الشركة ومش ثباتها ولا كلت حاجة. فبقول لها انت عملتي ايه مع الموظف اللي بوظ مكنة الطباعة؟ فبتقول له اللي هي مش عملت معاه حاجة، واللي هي عايزة اللي هم يكونوا اسرة ويكونوا مع بعض عشان اي مشكلة تحصل لازم يتحدوا ويكونوا قلبهم على قلب بعض. فبتأثر وبنت عمه بتكون راحت شكته لجده، وجده بيتشكل معاه وبيعاتبه على طريقته وتصرفاته في الشركة. وهنا بطلتنا بتكون خايفة اللي هي تتأخر عن ميعاد التسليم، وبالفعل بتتأخر فيه. وهنا بنت عمه اللي هو لازم يلغي الاتفاقية معاه، لكن هو بيرفض الكلام ده. وفي نفس الوقت بتيجي بطلتنا بتسلمه النسخات، وهنا بيديها نص المبلغ، لكن هنا بنت عمه بتضايق جدا وبتزعق وبتيجي ماشية. بيديها دعوة كمان لمؤتمر كبير جدا بخصوص الشغل، والدعوة دي هتكون مهمة لشركتها. وابن اخته بيكون جاي كده وجايب معاه مشروع عاوز يعرضه على خاله عشان ينفذهوله، وبيسألها كده عن مزاجه، فبتقوله اللي هو كويس. واول ما بيروح بيعرض عليه المشروع بيفتكر كده اللي هو هيرفض من ملامح وشه، لكن بيلاقيه موافق ومرحب بالموضوع، وبيجري عليه كده عشان يبوسه، لكن هو خاله بيرجع كده بالكرسي. بتفرح هنا كمان بطلتنا وشركائهم والموظفين بالدعوة اللي هي خدتها من البطل بتاعنا. وصاحب المشكلة بتاع الطباعة بيعتذر عن الغلطة اللي هو عملها، فبتقول له عادي. وبعد كده بتروح تقابل مستثمر، وبعد كده بتروح له هي والشاب ده للمكان بتاعه المقهى بتاعه، وبيجي يغني كده لكن مش بيكون مظبط الصوت، وبتفضل تضحك عليه وهي بتروح تغني كده وبنبهر بصوتها وبجمالها. وبعد ما بتخلص كده بتلاقيه سارح، فبتروح تقول له هاي انت فين يا ابني؟ وبعد كده بيرجع ليه، وبعد كده بيقول لها على المشروع اللي هو عرضه على خاله، بيكون فرحان جدا ومبسوط معاها. وبنشوف هنا الرئيسة بتيجي كده وبتلاقيهم قاعدين سوا وبترخم عليهم، فبتيجي البطلة سايباها بتيجي ماشية، فبيطلع البطل وراها وبياخد لها اكل. انا مش عارفة ايه مشكلة الاكل في المسلسل ده. وبعد كده تاني يوم بيكون المؤتمر، وهي بتكون هناك وبترفع ايديها على طول باستمرار عشان تطرح اسئلتها، لكن هو مش بيهتم. وبعد ما بتزهق بقى ويموت حمارها، فبيجي هو منادي عليها وبتطرح اسئلتها وبيجاوبها، وكمان بيتكلم عن شركتها عشان يعرف الجميع بشركتها ويعمل ليها شغل. ونلاقي زميل شركها بينصحه ان هو يعترف بمشاعره لليلي، لكن هو بيرفض لانه هو حاسس ان هي بتحب حد تاني. وبعد كده هنا بيكون في مؤتمر عشان كل شركة بتعرض فيها الاختراع بتاعها الجديد، لكن واحد هنا بيجي يتنمر عليها من زمايلها القدام لان مفيش حد اجى كده عند الاختراع بتاعها، لكن هنا البطل بيقف جنبها وبيدعمها. حابه تتشكر البطل بتاعنا فبتعزمه كده على الايس كريم في الكافيه. بيتكلموا وتلاقيه اتاخر، فبقول لها انا جاي، وبيدخل المطعم الكافيه لكن مش بيلاقيها، بيفضل يرن عليها لكن تليفونها بيكون مغلق، فبيسال الموظف فبيعرف ان في كافيه هنا جنبهم. وهنا هي برضو بتعرف ان في كافيه اسمه مشابه للاسم ده، وبيروحوا كده عشان يقابلوا بعض. وهنا بيتقابلوا في المكان ده وبيلاقيها وهي بتجري كده من جنبه وبينادي عليها، وبيروحوا هما الاتنين على الكافيه. وبعد كده بنشوف زي بيكون جاي للدكتور عشان تنظف له البيت، وبتحس اللي هو محروق من وجودها، فبتقول له اللي احنا اصدقاء مش اكتر. والبطله بتعرف من له ان هي رايحه على افتتاح الكافيه بتاع لونج، وبتقول لها اللي انا هاجي وراكي.
وبنلاقي كمان البطل هناك عشان ده ابن اخته بقى لازم يشجعه. وبيعرف كمان ان البطلة ايه جاية هنا. وهنا لونج بيخليهم يقعدوا في نفس المكان. وكمان البطل بيطلب لها العصير المفضل بتاعها بيكون فاكره من ايام الجامعة. وهي بتكون متوترة جدا لان قعدتهم كلها ما فيهاش كلام شغل وبيتكلموا عن نفسهم وبيلعبوا لعبة وهو بيخسر فيها وبيشرب مشروب طعمه وحش. والدكتور بيطلب من زي اللي هم يرتبطوا وهي بتوافق وبتفرح. وبنلاقي هنا البطلة بتاعتنا بتروح للدكتور في المستشفى عشان تتفق معاه على ميعاد عشان تجرب نسختها الجديدة عنده. وهو بيوافق بكده وبيحب يخدمها وبيكون كده شكله مش نسيها. وبعد كده تاني يوم بنروح نلاقي البطل بتاعنا قاعد ومستنيها هناك عند الدكتور. وبيكون كله موجود عشان يجربوا النسخة الجديدة بتاعتها. وهي بالفعل بتنجح وبتنجح كمان في استخدام العملية. بتروح تاني يوم عشان تديه التقرير اللي الدكاترة عملوه عن النسخة الجديدة. وبتعرفوا اللي هي هتسافر ألمانيا عشان تكمل دراستها عشان تعرف أكتر في مجال الشغل بتاعها. وبنلاقي الدكتور وزي بقوا مرتبطين وكمان قاعدين بيتعشوا. وبنلاقي هنا ده قاعد وبيشوف كده البث المباشر بتاع حبيبته بيكون خلاص استلطفوا بعض. وبنلاقي هنا بيكون في الطيارة وهي بتكون تعبانة وكانت نايمة. ولما بتصحى كده أول ما بتوصل الطيارة بتقف بتلاقي كان المخدة حوالين رقبتها وبنعرف إن البطل هو اللي كان حاططها لها. وبكون مسافر معاها ألمانيا عشان يساعدها. وبحكم اللي هو كان عايش فيها 10 سنين وعارف الأماكن بتاعتها بيعرفها بيها. وهنا بيروحوا كده يتفسحوا شوية وبيشوفوا راجل كبير ومراته بيصوروا مبسوطين جدا. فهي بتكون حابة اللي هي تصورهم وبتروح تتعرف عليهم وبتصورهم وبتتصور كمان معاهم. والراجل هنا بيروح للبطل بيقوله ان البنت دي لطيفة جدا وبيسأله لو كانت هي حبيبته بيقوله بجد ذوقك هايل جدا. وهنا بتشكروا بعض وبيمشوا. فهنا بتقوله هو كان بيقول لك ايه فبقول لها اللي هو كان بيقول اللي انت لطيفة جدا وجميلة. وبعد كده بتكون فرحانة بالحمام وبتروح كده تتصور معاه وتأكله وهو بيكون بيصور فيها. وبعد هي كده كمان بتكون عايزة تصوره وبيجوا يغلسوا على بعض كده ويحطوا التليفونات في وش بعض. وبعد كده بياخدها لمدرسة العلم عشان تعرف معلومات أكتر. وكمان باخدها للمكان بتاعهم اللي هم بيعرضوا فيه كل التجارب بتاعتهم والحاجات اللي هم صنعوها تبع الشركة بتاعتهم وكل إنجازاتهم سواء كانت مشاريع فاشلة أو ناجحة. وبعد ما بيخلصوا بيقرر اللي هو ياخدها لصالة السلة وبيعلمها ازاي تمسك الطوبة وبيمسك ايديها بالشكل كده. وكمان بيكون مقرب منها وهي بتكون قلبها عمال يدق. وكمان بيشيلها كده عشان تطول وتحدف كده وتجيب الرمية. اصل بطلتنا قصيره ولازم نرفعها. وبعد كده بيخلصوا بتمشوا كده. وهنا بتساله لو كان هو في الفتره اللي فاتت دي ان هو كان حب حد. فهنا بيقول لها لا انا كل اهتماماتي كانت بالشغل وايام الدراسه. فهنا بترجع ورا كده وكانت هتقع وبيجي ماسكها وبيفضلوا يبصوا لبعض كده في لحظه صمت. وبكده الجزء الاولاني من المسلسل يكون خلص. واتمنى لو الجزء ده عجبكم تشتركوا في القناه عشان اول ما ينزل الجزء التاني من المسلسل نعمل لكم ملخص وننزله لكم. سلام.